تسويق الحمام وبيعه يوم الجمعة للمبتدئين للي غاويين يطلعوا بالحمام وينتجهم ويفرخهم ويبيعهم ومحدش يضحك عليهم. الفيديو ده مهم جدا لكل الغواة المحترمين المبتدئين اللي لسه بادئين في الغية وعاوزين يطلعوا يسوقهم ونفسهم يبيعهم ويشتروا والكلام ده كله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركينا عشاق قناة الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1، تحياتنا للجميع. أخوكم محمد أبو مازن برحب بكم. خلاصة تسويقك للحمام لما تيجي تبيع علشان محدش يضحك عليك، الفيديو ده مهم جدا ومش هنطول برضو على حبايبنا في تسويق الحمام والبيع والكلام ده كله. عندك حمام عاوز تبيعه، تاخد زغاليل، مجموعة من الزغاليل. لو عندك انتاج زغاليل وعاوز تاخدها تبيعها، تمام، مفيش مشكلة، تاخدها في قفص وتطلع تقف في اي سوق قريب ليك وتكون واثق من نفسك وانت بتبيع في الحاجة بتاعتك. تمام. بمعنى ان هيخش عليك تاجر هيقول لك الزغاليل دي تعبانة، الزغاليل ده عندها برد، الزغاليل ده عندها اسهال، الكلام ده كله ما تشغلش دماغك بالكلام ده. طالما انت واخد حمامك وواثق فيه 100%، ما تشغلش دماغك بكلام التاجر اللي هيخش، لان التاجر اللي هيخش عليك او اللي داخل يشتري منك وبالذات التجار ده بيخش عايز يبخس لك البيعة علشان طبعا يشتري الحاجة برخص التراب، وفي نفس الوقت هو اللي هيبيعها بالغلا وفوق طاقتها. تمام. فانت تكون عود نفسك لما تكون واخد ما تاخدش زغاليل وشبابيات وحمام كبير، هتتوه نفسك واللي هيخش عليك هيفطس لك وهيخسف لك بيهم الارض. تمام. في الاسعار فركز، يا تاخد شبابيات، يا تاخد حمام صغير، يا تاخد حمام كبير يكون شغال. وانصحك انك تاخد كل عمر سن معين لوحده، الصغير لوحده، شبابيات لوحده، كبير لوحده، ده في يوم وده في يوم. مش شرط تاخد الحمام كله مره واحده علشان تطلع تتعلم وتبيع. تاخد لك جوزين 3 مثلا زغاليل، جوزين 3 شبابيات، وكل حاجه لوحدها. وركز في الكلام ده كويس قوي، وتقف في السوق بالقفص بتاعك والسلكه بتاعتك، تكون واثق من نفسك. محدش يقول لك الحمامه دي تعبانه، حد يقول لك الحمامه دي مش عارف ضعيفه، الحمامه دي مش عارف ايه. بس برضو مع العلم تكون واخد حمام يكون صحته كويسه، ما يكونش في حاجه تعبانه، عشان تعرف تطلب السعر اللي انت عاوزه. في الحالة ديت هتبيع الحمام بتاعك وهتبدأ واحدة واحدة، وهتبيع بعيد عن التجار وهتكسب ويبقى مزاجك حلو. بس امشي واحدة واحدة كده. الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.